تخيل معايا إن إحنا في سنة 2015. 3 أشخاص مهووسين جدا بالكمبيوتر قعدوا مع بعض علشان يعملوا حاجة اسمها عقل إلكتروني يقدر يتعلم لوحده، وفعلا عملوا كده وسموا الشركة بتاعتهم OpenAI. وعدت الأيام والسنين وفي يومنا هذا العقل ده يقدر يكتب كتب، يكتب كود، أو حتى يقدر يسف عليك على السوشيال ميديا لو أنت طلبت منه كده. يعني تخيل معايا كده إن إحنا اخترعنا حاجة، ويعني الحاجة دي من أفضل اختراعات القرن ال21، وفي الآخر يعني تقدر تسف علينا. يعني شوف الإهانة وصلت لفين. يعني ما علينا. الذكاء الاصطناعي أو ال AI ده دخل حياتنا بسرعة جنونية، ودلوقتي يقدر إن هو ياخد أكسس كامل من غير ما أنت ما تحس، سواء على موبايلك، على بيتك، أو حتى لكل ثانية بتعدي عليك في يومك. الذكاء الاصطناعي مش روبوت بعين حمراء، هو بس برنامج بيتعلم وبيكون شاطر إن هو يستوعب الكلام اللي بيتكتب له. يعني أنت لو اديت طفل 100 صورة لقطط، هو هيعرف يميز إن دي قطة. تشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي عموما بيتعلم بنفس الطريقة، بس الاختلاف إن هو مش بيشوف 100 صورة، هو بيشوف ملايين ومليارات من الصور. والطريقة دي في التعلم اسمها الماشين ليرنينج أو التعلم الآلي. فهو مش بيقولك الإجابة الصح، لأ، هو بيتوقع. فلو أنت كتبت لجوجل أو كلمت شات جي بي تي، هو مش ساحر، لأ، هو بس شاطر في التوقعات. عشان كده مثلا لو أنت دخلت على شات جي بي تي هتلاقيه قايل لك من تحت خالص بخط رفيع كده إن شات جي بي تي may make mistakes. فأنت لو أنت فعلا محتاج الانفورميشن ده وعاوز تجيبه صح، ممكن تسأل الشات جي بي تي ويجيب لك المعلومة غلط. فأنت عشان كده محتاج to check important info لو أنت عاوز تجيب المعلومة صح 100%. يعني سؤال معلش بس كده على السريع، يعني على السخان، هو أساسا إزاي ال AI ده بيشتغل، أو إزاي ال AI ده بيفهمنا أساسا؟ يعني غير إن هو سؤال متوقع إن أي حد يسأله، بس يعني أشكرك على سأل هذا السؤال في محله، علشان أنا دلوقتي هقول إزاي هو بيفهمنا وإزاي هو بيشتغل أساسا. أول حاجة كده هو بيعمل الماشين ليرنينج زي ما قلنا في أول الفيديو، إن هو بيدخله كمية معلومات رهيبة، وده اللي بيخليه يفهم إحنا بنقول إيه بالظبط. تاني حاجة بيعملها اللي هي ال Natural Language Processing أو ال NLP، وده اللي بيخليه يفهم لغتنا الطبيعية ويقدر يتكلم ويرد زينا. تالت حاجة إن هي الكمبيوتر فيجن أو بالعربي الرؤية الحاسوبية، وده اللي بيخليه يقدر يترجم الصور والفيديوهات اللي إحنا بنعملها للغة هو يقدر يفهمها ويقدر يرد على أساسها. زي مثلا ما أنت هتروح تسأل جوجل دلوقتي، أنت دلوقتي عاوز تتغدى بيتزا، هتروح تسأل جوجل إيه أقرب مطعم بيتزا ليا. جوجل هيحلل البيانات من أولها إن هو هيشوف اللوكيشن، ثانيا إن هو هيشوف الريتنج، وفي الآخر هيطلع لك الاحتمال اللي أنت غالبا هتحبه. فهو هو مش بيقول لك المكان الصح، هو بيديك احتمالات، بيديك suggestions، أنت ممكن تختار وممكن ما تختارش. في آخر 10 سنين حصلت قفزة مرعبة في تاريخ تطوير ال AI، إن إحنا بطلنا نستخدم وندرب ال AI على ال CPU وبدلناها بال GPU. إيه يا عم، إيه ما تخف علينا شوية، إيه ال CPU وال GPU دول هتقعدونا في عيشتنا ولا إيه؟ إيه يا عم، بالراحة بالراحة خالص، حاجات بسيطة. CPU Central Processing Unit، وده بيبقى شاطر في الحاجات البسيطة اللي مفيهاش details. ال GPU Graphics Processing Unit، وده بيبقى شاطر في الحاجات اللي فيها details كتيرة جدا.
وكان بيستخدم في الألعاب زمان، وحاليا دلوقتي العلماء اكتشفوا إن هو كويس جدا في تدريب ال AI، وبدأوا فعلا يحطوه، ومن ساعة تغيير من ال CPU لل GPU ال AI بقى top notch. يعني مثلا في 2016 جوجل عملت حاجة اسمها ديب مايند، وديب مايند ده قدر يكسب بطل العالم في لعبة جو، واللي هي أصعب لعبة في العالم، أو تصنف يعني من أصعب الألعاب في العالم. سنة 2018 كانت أول نسخة لتشات جي بي تي. سنة 2020 لسنة 2024 التشات جي بي تي أو ال AI بقى بيعرف يكتب أي حاجة في العالم، كود يجي، مقالات معاك، أغاني بومز بيدي معاك عادي، لحد ما تيجي السنة اللي احنا فيها دلوقتي سنة 2025 جوجل بدأت تديفلوب تشيب ليها لوحدها اسمها Tensor Processing Unit، ودي بتنقل تدريب ال AI ل another point، دي اللي فعلا ممكن تبقى ال game changer فعلا. ال AI ما بقاش مستقبل، هو بقى حاضر واحنا كلنا عايشين فيه. ممكن يساعدك في حاجات كتيرة جدا، زي ان انت تسافر، تشتري، تذاكر، تتسلى، تعمل اي حاجة. بس من تحت لتحت بيراقبك وبياخد منك معلومات، وبيقترح عليك اقتراحات انت نفسك ما كانتش تخطر على بالك. اتعلم عنه، استخدمه صح، وخليك دايما فضولي علشان اللي جاي هيكون احسن بكتير. بس السؤال الحقيقي، هو انت اللي بتستخدم ال AI ولا ال AI هو اللي بيستخدمك؟ فإذا وصلت لهذه النقطة من المقطع فهذه هي نهايته. أتمنى أن الفيديو يكون عجبك، وأن أنت تروح تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويعني أقول لك وداعا من قلبي، وإلى لقاء آخر مع ماروس شو. بس يعني إيه رأيك في حتة اللغة العربية الفصحى اللي في الآخر دي؟